عايزين نفتكرك يا فوزي واحنا على الميه بهديه تذكاريه منك من عينيا الاتنين. هتتحط لك في العرض بره عن اي هدايا هتسمعها دلوقتي. يعني هديه فوزي التذكاريه بره عن اي هديه هتسمعها دلوقتي، ملهاش علاقه خالص باي حاجه هتسمعها كمان شويه. يلا اسمع بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الناس اللي متابعينا على الفيس شافت حيثيات العرض وقلنا هنعمل فيه ايه والكلام ده كله على الفيس. بتوع اليوتيوب وتلاقيهم تايهين مش عارفين حاجه. بص يا حبيب قلبي، العرض اللي هيتقدم دلوقتي اسمه سهرة رمضان كل سنة وانتم طيبين. داعم ومقدم العرض الحاج صلاح والمهندس حسام. بص بقى وركز معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. الصفحة اللي انت بتشوفها دي على الفيس اسمها واحد الصيادين، انت عامل لها لايك هتاخد الهدية بتاعتها. اللي انا بقوله ده خاص بعرض سهرة رمضان فقط. عملت لايك للصفحة، ما تنساش الهدية بتاعتها، تطلب مني وانت بتطلب العرض ده الهدية بتاعتها. بعد ما تعمل لايك هتعمل متابعه للصفحه واطلب الهديه بتاعتها، ولايك للفيديو اللي انت بتشوفه واطلب الهديه بتاعته، وهتشارك الفيديو تعمل له مشاركه هتاخد له هديه برضه. منشن لصاحبك في التعليقات يشوف البوظان اللي احنا بنعمله، هتاخد على المنشن هديه. كومنت جميل كده هتاخد عليه هديه. شحنت مننا قبل كده هيتحط لك في البند ده هديه. مشترك في جروب الواتس وبتشوف عروضنا على الواتس قبل ما بتنزل على الفيس هتاخد هديه. بتتابعنا كتير وبتكتب تعليقات كتير هتاخد هديه. الناس اللي بتصلي على النبي كتير بقى، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الناس اللي بتصلي على النبي في الكومنتات بالعشر كومنتات صلاه على النبي كده، البند ده عليه هديه. بس لسه ما دخلتش في العرض اصلا، دول حاجه كده محبه. هقول لك على حاجه بقى والنبي عشان لا تتعبني ولا اتعبك، الله يكرمك. بص يا سيدي وركز. اعتبر كل هديه من دول، يعني مش عارف في حاجه اقل من الغماز ولا لا. ده اعتبر هي مش هتكون كده، بس عشان ايه العرض ما يبقاش مثلا عليه طلب كتير. بزهق وبزهقكم معايا، معلش فسامحوني. اللي انا قلته ده ملوش علاقه بالعرض، يعني كل الهدايا اللي انا ذكرتها اعتبر لكل بند غماز. هو طبعا مش هيبقى غماز، بس انا بقى عشان اريحك عشان ما تتكلمش في البند ده خالص. اتفقنا؟ الهدايا اللي انت تقريبا 10 خلاص هيجولك. اعتبر كل بند فيهم الهديه بتاعته اهو، هي دي الهديه اهو. خلاص عشان ما تتكلمش في الموضوع ده تاني ولا تقول ميزني ولا مش ميزني وانا حبيبك يا فوزي ومش حبيبك. الهديه اهو، هي مش هتبقى كده، بس عشان اقول لك لو هتطلب العرض عشان الشويه اللي في الاول دول، لا الهدايا بتاعت اللي هجيبها لك اهو. خلاص عشان ما تعبش قلبي، لسه ما دخلناش في العرض. فاما تيجي تطلب العرض ان شاء الله لو عجبك، لسه ما قلناش هدايا ولا دنيته ولا اي حاجه، يبقى قول انا عايز ال10 هدايا بتوع المحل. وادي ورقه ال10 هدايا تركنها على جنب كده. خلاص مبروكين عليك. قبل ما ندخل في العرض ونبدا بقى ندخل على عرض سهره رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اول بند في عرض سهره رمضان، العصب ال4 متر ونص. العود ده يا جماعه ما اختلفش عليه اتنين بفضل الله، ما اختلفش. 4 متر ونص، 4 متر ونص ما اختلفش عليه اتنين بفضل الله. الموضوع بيزداد خطوره، الموضوع لا 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 لا. طب انا اصور نفسي ازاي؟ المهم محدش يعمل كده يا اخوانا، مفيش، العود مش مؤهل يتمسك كده خالص. يعني 4 متر ونص ما بين ايديكم وانتوا عارفين شغل فوزي قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. 450 جنيه العود. شغله هو مش تقيل قوي، شغله غماز، شغله حداف، شغله تشميط، شغله تشويح، شغله اللي تشغله. 450 جنيه العود. وجالنا البونبونايه حجم اكبر شويه من اللي كان بتطلع في العروض. اللهم صل على سيدنا النبي. 375 عبوه واحده صناري الواحه، حافظينه الواحه فرنساوي شغلنا اللي بنغلفه. عبوه واحده 100 سن ب 250 جنيه. 2 خيط رمال واساسي ب 80 و2 حرير ب 80. بس انا جاي لك في الكلام. يبقى عود 450، مكنه 375، عبوه واحده 250، 2 خيط 80، 2 حرير 80، بتتكلم في 1250 جنيه. سعر عرض سهرة رمضان 1250
1250. مالناش دعوه باللي قلناه في الاول، مالناش دعوه بالعرض، ده حاجه محبه. انما العرض اللي انت شفته ب 1250 فاتوره يا جدعان بتنطلب مني والله، وممكن اكتر من كده كمان. فاتوره عضو ومكنه ومشتملاتها وبتاع 1250. هتصلي بينا على سيدنا النبي، هتجيلي على الواتس تقول لي انا عايز عرض سهره رمضان، هتاخد العرض ب 1250 زائد هدايا المحبه اللي في الاول اللي مالهاش دعوه بالعرض اصلا، يعني هتتحط لك مالهاش دعوه بالعرض، يعني ما تطلبش العرض عشانهم يعني، زائد العود الفايبر الاحمر اللي لا يزن، في منه اللون ده وفي منه اللون الازرق تاني باين، المتصبرص خفيف جدا، خف الريشه، مش شايل حاجه في ايدي، هديه. يبقى سهره رمضان عده هتسهر بيها في رمضان على الميه ب 1250، مالناش دعوه باللي في الاول خلاص، بس ما تنساش تطلبهم ان شاء الله هيجوا لك يعني. 1250 عليهم العود الفايبر الاحمر هديه. انا عاملين حسابنا في العرض ده انك تهدي منه، طلع منه حاجه كده تهدي بيها. هنحط لك برضو العصب ال3 متر. العيدان ديت مش قويه، العيدان ديت يعني فظيعه فوق القويه بشويه، يعني دولة الصدر اللي انا دولة الصدر. لو حد بيصورني يعني فيزيائيا ما ينفعش. وهتاخد العود العصب 3 متر هديه. طيب خدت سهرة رمضان عدة، بتشتري عدة عادي جدا ب 1250، وال10 هدايا اللي في الاول ما لهمش دعوه بالعرض مبروكين عليك، وخدت العود الفايبر الاحمر هديه، وخدت العصب الثاني هديه. هتصلي بينا على سيدنا النبي بقى. ليه هتصلي بينا على سيدنا النبي؟ عشان ناخد صوابك وانت تاخد صواب، ونحط لك حته من الاتحاد الاوروبي اللي عندنا. طبعا انتوا عارفين عندي مكن كتير، مفيش مكنه اخد الثانيه خلاص. ممكن تجي لك 2 شراق، 1 شراق، 3 شراق خلاص. المكن ده واخله نحاس، مكن حكايه خلاص. يبقى عرض سهره رمضان عده شفتها ب 1250، هتاخد العود الفايبر الاحمر هديه متصبرص، العود العصب ال3 متر هديه، المكنه الاتحاد هديه، وال10 اللي في الاول دول محبه ما لهمش دعوه بالعرض. مش عايز اقول لك وكذا لان هم ما لهمش دعوه، هم محبه ما لهمش دعوه بالعرض. يعني العرض اللي انت شفته، والعود الفايبر الاحمر هديه، والعصب ال3 متر هديه، والمكنه الاتحاد هديه خلاص. وما تنساش تطلب هدايا المحبه اللي في الاول. التواصل واتس على 0173 80 187. قبل ما اكمل ما تنسوناش بالدعاء كده وانتوا على الميه، ان شاء الله العده تعجبكم، تدعوا لنا وانتوا على الميه كده وانتوا سهرانين في رمضان بعد ما تصلوا التراويح. تواصل واتس على 0173 80 187. دفع فودافون كاش، دفع ثمن الشحن عند الاستلام بيوصلك من 48 ل 96 ساعه من ساعه ما بيتسلم لشركه الشحن. محدش يستعجلنا عشان العرض ده هيبقى عليه طلب كبير جدا، ولسه على ما نرتب الحاجات اللي في الاول وبتاع. في حاجه ما قلناهاش، مش شرط المندوب يجي لك لغايه عندك الا اذا كنت في خط السير. يعني ايه؟ يعني في ناس بتكتب الشقه الباب اللي على اليمين الدور التاسع كده، لا هو بيبقى عربيه جامبو ممكن يقف لك على اول الشارع، تكون انت في نجع جوه عزبه جوه مدق، فطبعا ده عربيات جامبو مش هجي لك لغايه عندك كده يعني. انما الشركه بتروح جميع محافظات مصر. تصبحوا على خير، السلام عليكم. وأجمل منك لم ترى قط عين.